همسة وفاء. همسة وفاء لكل من يستحق الوفاء. همسة وفاء برنامج تعده وتقدمه هالة الطويل. انتهى عهد بشار الأسد، انتهى. أنا أقول كما قلت في عهد القذافي، من أول يوم انتهى القذافي، لأنه أصبح يقاتل شعبه ويقتل شعبه، فقد انتهى. الناس قالوا لي هو لسه في الأول، ولكنه انتهى. أنا أحكم أنه انتهى، والله إنه منتهي، وأنا أحكم وأحلف أن بشار الأسد قد انتهى، كما انتهى القذافي، وكما سينتهي علي صالح، وكما انتهى مبارك، وكما انتهى زين العابدين. كل الطغاة لابد أن ينتهوا، هذه سنة الله. هو في العقد التاسع من عمره، هرم جسده وشاخ، ولكن روحه لا تزال مشتعلة، وفكره لا زال متوهجا، وصوته لا زال يصدح بالحق. هو رجل ليس ككل الرجال، هو رجل نادر من نوعه. هو الإمام ثائر الشيخ يوسف القرضاوي. ولد الشيخ القرضاوي في 9 من شهر سبتمبر عام 26 و900 وألف في إحدى محافظات جمهورية مصر العربية، وحفظ القرآن الكريم وهو دون سن 10. والتحق بالأزهر الشريف حتى تخرج من الثانوية، وكان ترتيبه الثاني على مملكة مصر حينما كانت تخضع للحكم الملكي. ثم التحق الشيخ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل على الشهادة العالمية عام 53 و900 وألف. وفي عام 60 و900 وألف تحصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين. وفي عام 73 و900 وألف تحصل على شهادة الدكتوراه. وفي عام 61 و900 وألف سافر إلى دولة قطر، وعمل فيها مديرا للمعهد الديني الثانوي. وبعد استقراره هناك تحصل القرضاوي على الجنسية القطرية. ومن ثم وفي عام 77 و900 وألف تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وظل عميدا عليها إلى نهاية عام 90 و900 وألف. كما أصبح مديرا لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر، ولا يزال قائما بإدارته إلى يومنا هذا. ويرأس القرضاوي حاليا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا. كتب عنه الكثير ووصفوه بالخطيب والمعلم والفقيه والمجدد والمصلح. ومع اندلاع ثورتي تونس ومصر أكد صفة الإمام الثائر على الظلم والاستبداد، الإمام الثائر الذي تبنى ثورة الشباب وهتف معهم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. حكم الفرض المطلق انتهى، إنما هؤلاء الناس لا يريدون أن يفهموا هذا. تمر عليهم الأيام ونسوا وجهلوا أن الشعوب تغيرت، وأن الدنيا تطورت، وأن العقدة انحلت، وأن الشعب أراد الحياة واستجابت له الأقدار. من منبر قناة الجزيرة كان القرضاوي يرسل خطابات نارية لحكام العرب الظالمين في كل من مصر وسوريا وغيرهم من البلدان العربية، فكانت بردا وسلاما على ثوار ميدان التحرير، وكانت شعلة حماسية ومصدرا للفتوى بالنسبة للشعب الليبي للتخلص من ظلم القذافي. الجيش الليبي ألا يسمعوا ولا يطيعوا، السمع والطاعة هنا حرام.
النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة فيقول: السمع والطاعة حق على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. مواقفه كانت صريحة وصادقة لجميع الثورات الشعبية، فكانت مواقفه من الثورة التونسية والثورة المصرية مماثلة تماما لمواقفه من الثورة السورية. واليوم وصل قطار الثورة إلى محطة كان لا بد أن يصل إليها، وهي محطة سورية، ولا يمكن أن تنفصل سوريا عن تاريخ الأمة العربية. قال بعضهم إن سوريا بمنأى عن هذه الثورات، وكيف تكون بمنأى عن هذه الثورات؟ أليست جزءا من الأمة؟ أليست جزءا من سنن الله؟ ألا تجري عليها قوانين الله في الكون والمجتمعات؟ سوريا مثل غيرها، بل هي أولى من غيرها بهذه الثورات. بالرجوع إلى خطب الشيخ القرضاوي وبياناته، يحتل القرآن الكريم المرتبة الأولى، ومن بعده تأتي السنة للبيان والتوضيح، فتشرب من معاني القرآن وآياته الحكيمة، وتفقه في السنن والأحاديث النبوية، فكان ذلك العالم الذي راوح بين الوسطية والاعتدال في الدين والشدة والقوة في مواقفه تجاه الظلم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان، يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. لطالما أكد الشيخ القرضاوي على أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع والتوجيه والذي ينهى عن الظلم والطغيان، ولطالما استدل بالقصص الإسلامية ليدافع عن الأبرياء ضد ظلم حكام العرب والطواغيت، ولطالما تمسك بالشريعة. الشريعة الإسلامية كانت هي الحاكمة التشريع والتوجيه للبلاد الإسلامية طوال 13 قرنا حتى دخل الاستعمار بلاد المسلمين. حتى أمثال الطغاة مثل الحجاج بن يوسف والثقفي وأمثاله، هؤلاء لم يخرجوا عن الشريعة، جاروا عن الحكم بالشريعة، ولكن كانت الشريعة هي أساس الحكم عندهم. كان عندهم قضاة، هو الحجاج بن يوسف ليس هو الذي يحكم، هناك قضاة تحكم في قضايا الناس وفي معاملاتهم وفي خصوماتهم. كان هناك مفتون يفتون الناس، كان هناك معلمون يعلمون الناس. ما بأي شيء كان يفتي المفتي، وبأي شيء كان يقضي القاضي، وبأي شيء يعلم المعلم. إن الشريعة أساس ذلك كله. وأذكر قصة ذكروها عن الحجاج بن يوسف أنه اعتقل أحد الناس مرة، حبسه ولم يكن قد جنى، ولكن أخذ بذنب أحد أقربائه، فجيء به أمام الحجاج فقال له: ما شأنك؟ قال له: جنى جان من عرض العشيرة ولم يجدوه فأخذت به. فقال له: قد يحدث ذلك، أما سمعت قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب،
ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجا المقارف صاحب الذنب. قال له ممكن الواحد قد يؤخذ بذنب غيره والأجراء قد يعدي السليم. فقال له إذا كان الشاعر قال ذلك فإني سمعت الله قال غير ذلك. قال وماذا قال الله؟ قال الله تعالى على لسان يوسف حينما عرض عليه أن يأخذ واحدا مكان آخر، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فبهت الحجاج ووقف وقال خلوا سبيله، صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. إن الشريعة كانت أساسا. فهذه الخلفية المنهجية هي أساس العقل الإسلامي في تعامله مع النص والواقع، وهذا ما يسير عليه الشيخ القرضاوي. لا يتعامل مع النص القرآني أو الحديث بطريقة الحكاية والإخبار دون فهم أو استيعاب، كما سار على ذلك بعض الدعاة في سياق تفاعلهم مع الحدث المصري الذين رضخوا لأوامر حسني مبارك. أما كلمتي إلى النظام المصري وعلى رأسه الرئيس حسني مبارك، فإني آسف أشد الأسف أن أرى هذا النظام أعمى لا يبصر، وأراه أصم لا يسمع، وأراه غبيا لا يفهم. كنت أود من الرئيس حسني مبارك الذي انتظرنا خطابه طويلا ثم خرج علينا بخطاب كأنه يعيش في عالم غير عالمنا، لا يحس بما يجري في الشارع المصري. يمتاز الشيخ يوسف القرضاوي بالتدقيق اللغوي، ويتضح ذلك بجلاء كبير في كتابه معالم وضوابط فقه السنة، ويسير على ذات المنهج في تعاطيه مع أحداث الثورات الشعبية السلمية. ولذلك فالشيخ القرضاوي يؤكد بقوله: ولقد ابتكر عصرنا وسائل سلمية لمقاومة الحكام المستبدين والمتسلطين على شعوبهم، ومنها هذه الوسيلة الفعالة وسيلة التظاهر السلمي تقوم به الجماهير بالنزول إلى الشارع والهتاف بمطالبها المشروعة، وهي وسيلة ضغط معروفة في العالم كله، وكثيرا ما تؤدي إلى سقوط الحكم الدكتاتوري رغم أنفه دون طلقة نار، لا سيما إذا تكاثر المتظاهرون وتكاتفوا. هذه الثورات ثورات شعبية سلمية تقوم بتظاهرات سلمية، لا يحمل أحد سيفا ولا سكينا ولا حجرا ولا عصا، لا يحمل إلا حنجرته، يهتف إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. وسطية الشيخ يوسف القرضاوي هي الدافع الرئيس لثوريته، فمنهج الوسطية والاعتدال الذي يقر بجمع الأدلة في الموضوع الواحد والنظر في القرآن أولا والحديث ثانيا، أكد أن إحقاق العدل أولا بطريقة سلمية وفق وسائل العصر المناسبة من أجل حفظ الكيان الإنساني، كل ذلك تحقق في مواقفه من الثورات العربية، فلم يتوانى عن التحريض والدعوة. همسة وفاء. همسة وفاء لكل من يستحق الوفاء. همسة وفاء برنامج أمرته لكم هالة الطويل. راديو توانسة.